أنا ليلى، ست مصرية من اسكندرية. بعد طلاقي وفاة أمي حسيت إن الدنيا قفلت في وشي وكنت محتاجة أبدأ من جديد، كأن الحياة بتدفعني للهروب من الماضي، من الذكريات، من نفسي. قررت أسيب اسكندرية وأنتقل للقاهرة. صديقتي نادية اقترحت عليا أقضي شهر في شقة في القاهرة، وادتني عنوان الشقة، وهي شقة فاضية وصاحب البيت بيأجرها لفترات قصيرة. شفت شقة للإيجار في حي هادي، عمارة قديمة بس شكلها كان مريح. الشقة كانت فاضية بس فيها حاجة مش مفهومة. أول ما دخلت حسيت بحاجة غريبة، ريحة مسك، ريحة قوية فواحة بس غريبة، مش شبه أي عطر شميته قبل كده. قلت يمكن الجيران، يمكن الشقة كانت متبخرة قبل ما أجي، وسكت. بس بعدها بأيام كل ليلة بعد نص الليل كنت بسمع موسيقى شرقي، صوت كمانجة، طبلة، خطوات رقص بتخبط على الأرض. الموسيقى كانت بتيجي من جوه الشقة، كنت أقوم أدور ألاقيها ساكتة. الموضوع بدأ يقلقني، وبعد أسبوع حلمت بحلم غريب. كنت واقفة في صالة الشقة وفي ست بترقص قدامي، لابسة فستان سواريه أحمر، شعرها طويل ومربوط وعينيها بتلمع بنظرة مش طبيعية. صحيت وأنا جسمي كله عرق، لكن المصيبة نفس ريحة المسك كانت طالعة من المرتبة اللي نايمة عليها. ولما فتحت الدولاب لقيت جواه فستان قديم لونه أحمر عليه بقعة سودة. قررت أتكلم مع البواب، راجل عجوز اسمه الحاج سعد. لما سألته عن تاريخ الشقة سكت، وبعدين قال لي دي كانت شقة هناء، رقاصة مشهورة في الخمسينات، اتقتلت هنا، مقتولة بطريقة بشعة. الناس بيقولوا إن روحها لسه هنا، مش راضية تمشي. من ساعتها وأنا عايشة مرعوبة. كل ليلة الموسيقى بتزيد، الريحة بتنتشر أكتر، وكل يوم ألاقي حاجة متغيرة في الشقة، كأن في حد بيعيش معايا بس مش بشوفه. وفي يوم لقيت مكتوب على الحيطة بخط باين كأنه دم: أنا ما متش، أنا راجعة. خرجت جري، ما رجعتش تاني. سبت الشقة، العفش، هدومي، كل حاجة، بس الريحة لسه بتطاردني. أوقات وأنا نايمة بشمها، بسمع نفس الموسيقى، نفس الخطوات، نفس الهمسات. هل روح هناء فعلا لسه في الشقة ولا الشقة نفسها ملعونة؟ أنا معرفش. رجعت اسكندرية وقابلت نادية. لما سألتها عن الشقة وليه يا نادية اللي انت رشحتيلي الشقة دي بالذات، نادية حلفت 100 يمين إنها عمرها ما قالت لي كده، وأصلا هي كانت في الفيوم عند مامتها من شهرين ولسه راجعة. وفضلت أسأل نفسي أمال مين اللي قابتني ورشحت لي الشقة دي؟